باش نخرجوا من الاشاعات، قل ما وقع بالضبط وشنو هما التهم اللي متابعين بها، تهم جنائيه خطيره جدا. وغادي نتكلم على ما هو مهم، الدروس والعبر. من بين يمكن نبدي واحد الدرس، واحد العبره. بزاف ديال المسؤولين الان كبار يتحسسون الان رقابهم، غيقول لك واش الدور المقبل عليا، وانا غنقول لهم نعم، الدور المقبل على بعض المسؤولين. هذا الشيء اللي وقع اليوم راه ماشي يعني وقع صدفه اليوم، لا، راه كان بدها هذه واحد المده، غير ما كناش حاسين. كان كل مره واحد المسؤول كيطيح، واحد المسؤول يتابع، واحد سياسي، رجل سلطه، امني، يعني رجل اعمال، كانوا مره. ولكن اليوم بهذا الحجم، لانه حجم كبير، راه 21 واحد، راه ماشي سهله دقه واحده. وهذا الشيء داخل ايضا في اطار الجديه اللي هضر عليها الملك مؤخرا، وترجمت اليوم نعتبر هذه الجديه في مجال القضاء. وكما كنقولها دائما، راه الا بغاو المغاربه يخدموا، راه والله الا يخدم. فالبارح مع 9 ديال الصباح 25 واحد جات لهم، كانت عندهم الكونفوكاسيون باش يحضروا امام الفرقه الوطنيه في الدار البيضاء 9 ديال الصباح. 25 واحد تركبوا كاملين في ليستافيت ديال البوليس، داوهم الوكيل العام ديال الملك في محكمه الاستئناف اللي دار معهم البحث تماك. الوكيل العام ديال الدار البيضاء قام يعني بتقديم واحد الملتمس لقاضي التحقيق. فهذا الملتمس ديالو ديال قاضي التحقيق بناء على الابحاث والتحقيقات اللي قامت بها، قال له بانه نطالب بمتابعه 21 واحد في حاله اعتقال و4 في حاله سراح. قاضي التحقيق هذاك الشيء اللي دار في اطار يعني المباشره ديال الاجراء التحقيق الاعدادي ديالو، وامر بهذوك 4 كما قلت لكم الشرطه الفرقه الوطنيه باش تعمق معهم البحث. النيابه العامه تبعت هاد المتهمين بهاد التهم اللي غادي نقرا عليكم باش يعني تكون الامور دقيقه. هاد المتهمين متابعين الان، ولا متهمين من اجل افعال التزوير في محرر رسمي، والمشاركه في تزوير سجل، ومباشره عمل تحكمي، والارشاء وتسهيل خروج اشخاص من التراب المغربي في اطار عصابه واتفاق، والمشاركه في مسك المخدرات ونقلها وتصديرها، واخفاء اشياء متحصل عليها من جنحه، والتزوير في محررات رسميه وعرفيه، واستخدام مركبات ذات محرك في اطار هذا الشيء. تهم جنائيه خطيره. كنا كنسمعوا كما قلت لكم سابقا انه يتم المتابعه ديال المسؤول، سواء رجل سلطه او لا مسؤول ديال مؤسسه عموميه ولا جماعه محليه، ولكن في اطار هذوك الاختلاسات اللي كتوقع في الدومين اللي كيشتغل فيه. في لي كاين المهم لي مارشي كيلعبوا في لي مارشي، كاين المهم كيدي شويه منا، المهم كيزور محضر منا، المهم حتى هي جنايات ماشي سهله، ولكن اعتدنا انها تكون في هذا الاطار. الان نتكلم على شخصيات سياسيه كبيره، مسؤولين كبار، رجال اعمال، امنيين، دركيين، متقين الى اخره، متهمين في مساله التهريب الدولي للمخدرات، تبييض الاموال، تزوير. شحال حاجه دوزوها، كانت فيلات دازو في اطار التزوير، المهم تزوير في المحرر، يعني محررات رسميه وعرفيه الى اخره. وهذا الشيء داخلين معهم يعني ضباط امنيين ودركيين وموثقين الى اخره. عصابه منظمه، نقدروا نعتبرها عصابه منظمه كبيره جدا بناء على هذه التهم. مرات اخرى انا كما قلت لكم كل واحد بريء حتى تثبت ادانته، كنعتمد على الوثائق الرسميه. فبعد ذلك كما قلت لكم كل شيء مشى 21 مشاو للسجن. الان راهم في سجن عكاشه، والجلسه الاولى غادي تكون يوم 25 من شهر 1 2024 المقبل. شنو هي الملاحظات العامه ولا الدروس اللي نقدروا نستخلصوها من هذا الشيء؟ الدرس الاول او الملاحظه الاولى بانه كاين واحد الاراده ديال الدوله حقيقيه
في محاربة الفساد وفي محاربة يعني جميع أوجه الجرائم اللي يقدروا يقوموا بها المسؤولين كما كان النوع ديالهم. تلقاكم هذا الشيء بدا، ولكن ما يعني كنا نشوفوا واحد كل مرة يعني كتشوف واحد المسؤول وزير سابق أمني، ولكن ماشي بهذا الحجم. ملي كتشوف هذا الحجم وكتنزل يعني المطرقة بهذا الشكل، فكون ما كانش إرادة حقيقية ديال الدولة، وكون ما كانوش الناس يعني المسؤولين الكبار واقفين على هذا الملف من البداية، كون هذا الشيء ما كانش غادي يوقع. الإرادة الآن حاضرة، هذا الشيء إيجابي جدا، وهذا يعني مرة أخرى بأن القانون يطبق على الجميع. مرة الناس كيديروا ملاحظات، يعني كيشوفوا شي حوايج كيقول لك، ولكن ملي كيوقعوا مثل هذه القضايا كتولي يعني كنوليو نناقشوا المبدأ العام، وهو أن الناس جميعا المواطنين المغاربة متساوون أمام القانون، كل شيء يطبق عليه القانون، بغى يكون مسؤول كبير كما هاد الناس أو لا بغى يكون إنسان عادي جدا. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية غادي نتكلم على البام. انتم عارفين بان انا عندي واحد العلاقه مع بعض المسؤولين ديال البام، وخاصه مع بعض الوزراء ديال البام اللي هي علاقه فيها شويه ديال التشنج، ولكن رغم ذلك في اطار يعني النقاش ديالي الموضوعي يعني وبكل احترام غادي نذكر بانه البام قام بتجميد عضويه عبد النبي بيوي. اول ما تم سرد الاسم ديالو في هذا الملف، حزب البام قام بتجميد العضويه ديالو. هذه بالنسبه لي شي حاجه اللي ايجابيه، هذه شي حاجه اللي نقدر نقول بانه البام تحسب له. الحزب الوحيد في اعتقادي على حسب ما اتذكر بانه الحزب